عايز اقول لك ان المشروع شجع مصر ان هي توقع اتفاقيه بمليار يورو عشان تمد خطوط كهربائيه مع قبرص عن طريق البحر، وبقت بالفعل مركز رئيسي لنقل الطاقه الكهربائيه من مصر لدول اوروبيه كتيره جدا. المشروع والاتفاقيه دي مهمة جدا، هتفتح باب لتوقيع اتفاقيات كتير. مصر وقعت اتفاقية توصيل الطاقة الكهربائية لليبيا وفلسطين وزيادة قدرات الربط بينهم عن طريق الأردن، وكل ده بأسعار تنافسية جدا. كمان المشروع هيكون ليه أهمية كبيرة جدا بالنسبة لموقع الأردن الجغرافي، وهيكون محور الخط الكهربي في شبه الجزيرة العربية، واللي عن طريقه مصر هتوصل الكهرباء اليوم والأكثر من دولة زي سوريا ولبنان كمان، وده من الخليج لدول العراق. كمان مصر بتفكر ان هي تصدر للبحرين والكويت وغيرهم من الدول، وكده فعلا بكل اللي قلته لك مصر هتقدر تحقق حلمها مع الأردن والعراق وتكون